ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، وقد جاء بها سيدها ليعتق رغبة مؤمنة لتحقق من إيمانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحقق من إيمانها لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فبعض الناس يقول: ما الفائدة من الإقرار بأن الله في السماء؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ما الفائدة؟ لماذا لا تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مؤمنة إلا لأن قالت الله في السماء. هذا ما منه فائدة؟ إذا كنت أنت لا تدرك الفائدة لا يعني أن ليس في ذلك فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام أقرها ووصفها بالإيمان لأن قالت الله في السماء وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. طيب، أشارت إلى السماء، هي أشارت وفي رواية قالت في السماء وأشارت. فيأتي من يشغب فيقول: لو قلنا بأن الله في السماء وثم جارية أخرى على سطح الأرض من الجهة الأخرى فتقول أيضا في السماء، فيكون في ذاك إشكال، هاي تقول في السماء، هاي تقول في السماء. هذا من يقول؟ يقول محمد حسن الددو، هذا اللي أزعج الناس فيه. ولكن هذه الجارية أشارت بإصبعها إلى السماء إثباتا للعلو. ولو تصورنا أن جارية أخرى في الطرف الآخر من الكرة الأرضية سئلت أين الله، فلن تشير إلى الجهة التي أشارت إليها هذه، بل ستشير إلى السماء في حقها هي، فيمكن أن تكون قدما هذه مقابل قدمي هذه في جهتي الأرض، فهذه تشير هكذا وهذه تشير هكذا، وكلتاهما أشارت إلى العلو، وبهذا يعلم. هكذا يقول بالصوت والصورة، ويقول هكذا. أنت تشغب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن الناس اللي على وجه الأرض الجهة الأخرى من جهتنا الآن هم يعيشون كيف؟ يعيشون على رجلهم ورؤوسهم في السماء ولا لا؟ ما هم معلقين في الأرض حتى. طيب، الآن نحن في هالبلاد إذا قيل لأحدنا للطفل أين الشمس؟ فأشار صاحب هذه الشمس فوقنا. طيب، الطفل اللي في الجهة الأخرى كيف سيشير للشمس؟ مثل ما يقول حسن الددو أيضا سيشير للسماء. أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم. الله الذي جل وعلا أعلم وعليم وعلام الغيوب وصف نفسه بالسماء، ما أتى بها الإشكالات. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فرضا ما يعلم كروية الأرض، طيب ربنا يعلم، ومع ذلك قال جل وعلا: آمنتم من في السماء. المسلم بدوره أن يؤمن بالغيب وبالأوامر والنواهي، أن يقول سمعنا وأطعنا. هذا مهمة المسلم، لا أن يريد على الله عز ورسول إشكالات. هذا فعل المشركين. لما ذكر الله عز وجل جهنم قال عليها 19، ماذا قال أحد المشركين؟ قال عليه 9 وعليكم 10. يظن إيش؟ 9 و10 مثل البشر. فقال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولما ذكر الله عز شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قالوا شجرة في النار تحترق. هذا كذب. بهذه الطريقة، بهذه الفلسفة العقلية سيكذبون، سينكرون حتى الله عز وجل. هذا لا يجوز. خلاص، النبي قال الله في كتابه: أأمنتم من في السماء؟ الله اللي في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال: هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لا داعي أن تورد هالإشكالات وتقول في الكرة الأرضية الجهة الثانية جارية تقول الله في السماء وتعمل هكذا. يددو اتق الله في نفسك، تشوش على الناس. الله عز وجل أعلم بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق. فلا نتجاوز الكتاب والسنة، بل نقول عن الله ما قال عن نفسه وما قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل فهو أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فصادق مصدق. ولا يسع المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا أن يقول عند الأخبار آمنت، وعند الأحكام سمعت وأطعت. هذا شأن المسلم، لا أن يريد الأمثلة ولا الإشكالات، لأن هذه لو كانت واردة لا أوردها الصحابة، لسخر الله من الصحابة من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كيف وكيف يا رسول الله. لا نقول كيف، بل نؤمن بالكتاب والسنة. نعم.